في ظل الغلا اللي احنا فيه بقينا بنحاول نشوف بدايل أرخص وبجودة كمان كويسة. طبعا كلنا عارفين ان أسعار كبسولات القهوة زادت جدا زي معظم الحاجات اللي غليت الفترة اللي فاتت. فجات لي فكرة كده، قلت ما اجيب كبسولة إعادة تعبئة واحط فيها باودر واشوف الاستخلاص في كل ماشين من دول عامل ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين معايا 3 ماكينات للقهوة من اشهر ماكينات القهوة الموجودة في السوق تقريبا، وطبعا ال3 عملت عليهم فيديوهات قبل كده هتلاقوهم في القناة وهسيبها لكم في صندوق الوصف برضو. اول حاجة نسبريسو جران لاتيسما، وهاي برو المحمولة او هاي برو بورتابل، وهاي برو 5 في 1 أو 6 في 1 الشاملة زي ما بيقولوا. وهستخدم كنز إلي الباودر اللي هو النوع الكلاسيكو. هبدأ أول حاجة أعبي كبسولة إعادة التعبئة علشان أحطها في الماشين بتاعة نسبريسو. هجيب طبعا الكنز بتاع إلي اللي أنا قلت لكم عليه، الكنز اللي هو إلي كلاسيكو. طبعا كبسولة إعادة التعبئة بتبقى 5 جرام، بيتحط فيها 5 جرام بن، زي يعني نفس برضو الجرامات بتاعة أي كبسولة عادية تانية. طبعا الكبسولات اللي أنا استخدمتها بتاعة إعادة التعبئة من أنظف الكبسولات الموجودة في السوق، البراند بتاعها اسمه كافيتينو. ومعاها المعلقة المعيارية بتاعها. بحط شوية بن الأول بالمعلقة وبعد كده بكبس كويس لغاية نص الكبسولة، وبعد كده بحط شوية بن كده لغاية ما أحاول أملأ الكبسولة كلها تقريبا، بس ما توصلش بقى للآخر بحيث برضو أعرف أقفلها. وبعد كده بسويها بالشكل اللي انتم شايفينه ده من غير كبس. بعد كده هقفل الكبسولة وهحطها على الماشين بتاعة النسبريسو. مش هبدأ دلوقتي إلا لما أعبي باقي الكبسولات كلها على كل الماشين علشان أشغلهم مع بعض. وبعد كده هجيب الكبسولة اللي أنا هحطها في ماشين الهاي برو بورتابل أو الهاي برو المحمولة. برضه هحط نفس عدد الجرامات بتاعة البن برضه في الكبسولة. هحط برضه نفس الطريقة شوية في الأول وبعد كده أكبس شوية، أحاول إن أنا أكبس كده. وبعد كده أكمل باقي الكبسولة برضو بالبن بتاعي لغاية ما توصل للحد اللي احنا اتفقنا عليه. واسويها واحاول ان انا يعني ايه يعني اظبطها، وبعد كده اسويها بنفس الطريقة الاولانية بالظبط كده، بساوي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده هحاول ان انا اشيل كل البن كده اللي على الاحرف بحيث ما تكتمليش الماشين، واقفلها كويس كده باحكام واحطها. وبعد كده هجيب الكبسولة بتاعت الهاي برو الشاملة، اللي هي بقى ساعات بيسموها 4 في 1 5 في 1 6 في 1، بس المهم ان هي اللي عندي اسمها H2A الموديل بتاعها. برضو احط برضو البن بتاعي في الكبسولة بتاعت إعادة التعبئة واكبس كويس. وبعد كده ارجع اكمل شوية كمان لغاية ما احاول ان انا املأ الكبسولة على قدر الامكان بحيث برضو اعرف يعني اقفلها. واساوي كده البن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبرضو بفضل اشيل كده الحاجات البن اللي هو على الاحرف ده. وبعد كده بقفل الكبسولة واحطها برضو على الماشين من غير ما اشغلها، علشان بقى دلوقتي هشغلهم كلهم مع بعض. طبعا انا مش هقدر اشغل الماشين بتاعه الهاي برو بورتابل كده على طول، ليها طريقه معينه طبعا. يعني صورتها في الفيديوهات قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، طريقه تشغيل الماشين. بس هو عموما كده على السريع، يعني ان انا بجيب ميه تكون مغليه مسبقا، بحطها في الكونتينر كده بتاع الماشين. بعد كده بقفل الغطا كويس جدا باحكام. بعد كده يعني بجيب الماشين كده من تحت بفتحها، تبقى حاجة كده زي الادابتر ده. بيبقى بقى فيه اللي هو الادابتر بتاع الكبسولات. طبعا الكبسولة مملية بن زي ما احنا عملناها كده من شوية. هحطها في الادابتر بتاعها واقفلها باحكام، وبعد كده احطها في الماشين بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده من تحت والفها كويس. وبكده الماشين بقت فيها الكبسولة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هحاول ان انا اوصلها بالكهرباء بالسلك اللي هو ده. بحطه كده عند النقطة الحمراء دي، ابتدى الوميض اهو ينور ويطفي كده، معنى كده ان الماشين توصل لها كهرباء وابتدت ان هي جاهزة ان هي تشتغل معايا. يلا بقى نبدأ نحط الكبسولة في كل ماشين كده. علشان يعني ايه، طبعا في خلال الوقت ده طبعا انا هدوس على الباور بتاع الهاي برو بورتابل عشان هي بتاخد وقت شوية عبال برضه ما تحضر الشوت بتاعها على عكس الماشين التانية. طبعا انا حطيت اللي هي الكبسولة في الماشين بتاعة النسبريسو. وبعد كده هحطها دلوقتي في الهاي برو المنزلية الشاملة بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. ولسه برضو مش هشغل دلوقتي. هحط كده الكبسولة بالشكل ده كده. الكبسولات كلها اتحطت في ال3 ماشين. هدوس اهو على زرار الباور زي ما انتم شايفين، لان الهاي برو بورتابل زي ما اتفقنا بتاخد وقت في التسخين بتاعها شوية على انها تنزل الشوت.
هدوس بقى دلوقتي على الشوت بتاع الهاي برو المنزلية في خلال الوقت ده، وهدوس على الشوت بتاع النسبريسو علشان ينزل لي الاستخلاص بتاع الكبسولتين بتاعتهم. النسبريسو كده بدأت على طول. شايفة من عندي بصراحة الاستخلاص حلو قوي. وبرضه هسيب لكم الحكم كده بعينيكم في الاخر. خلصت هي خلاص، الكبسولة نزلت. بعد كده الهاي برو الشاملة المنزلية ابتدت الاستخلاص بتاع الكبسولة بتاعتها ينزل اهو بالشكل ده. مستنيين بقى الكبسولة الاستخلاص بتاعها يخلص. وعلى فكرة انا اصلا كنت برضه عملت فيديو على القناة مقارنة ما بين الهاي برو الشاملة اللي انتم شايفينها دي والنسبريسو جران لاتسيما، بس في الكبسولات بقى الجاهزة اللي هي بتاعت مصنعها العادية. برضه هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان تشوفوه. كده طبعا زي ما انتم شايفين يعني الاستخلاص خلص في الهاي برو المنزلية. يلا برضو نستنى الاستخلاص بتاع الهاي برو البورتابل. خلاص انا شايفة ان هي ابتدت بقى تنزل اهو، بتستخلص زي ما انتم شايفين اهو الاستخلاص بتاع الكبسولة اللي احنا عبيناها. طبعا انا يعني دلوقتي كمان شويه هحط لكم بقى ال3 كوبايات كده جنب بعض علشان تشوفوا بعينكم وتكتبوا لي انتم بقى في الكومنتات انهي اللي شايفين الاستخلاص بتاعها حلو من ال3 مكاين. انهي ماكينه فيهم لقيتوا الاستخلاص بتاعها افضل، سيبولي في الكومنتات. كده خلاص الشوط خلص بتاع الهاي برو. دي بقى الكوباية اللي هي بتاعة الهاي برو الشاملة زي ما انتم شايفين. ده شكل الاستخلاص وشكل الكريمة فيها. وده الكوباية بتاعة الهاي برو الشاملة اللي هي برضه شكل الاستخلاص فيها والكريمة. ودي الاسبريسو زي ما انتم شايفين بترتيب كده، ترتيبهم هم كوباياتهم. يعني اللي على اليمين دي زي ما انتم شايفين الاسبريسو اللي فيها تدريج بالاحمر ده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. واللي في النص دي بتاعة الهاي برو بورتابل. واللي هي على الشمال الأخيرة دي الهاي برو الشاملة المنزلية في التجربة بتاعة كبسولات إعادة التعبئة في التلات مكاين أو ال3 ماشين. ادي اول واحدة قلبناها كده، وهنقلب لكم برضو التانية بالستيك، عصاية الستيك كده الخشبية برضو علشان تشوفوا الشكل بتاع يعني الكريمة يعني زي ما بيقولوا. وهقلب لكم برضو الكوباية كده يمين وشمال علشان برضو تشوفوها كده. وبعد كده برضو دي الكوباية بتاعة الهاي برو اللي هي المنزلية. هقلب لكم برضو بالستيك كده علشان تشوفوا الكريمة بتاعة الكبسولة بتاعة إعادة التعبئة فيها. زي ما انتم شايفين كده اهو، بقلب لكم الكوباية يمين وشمال. خلاص ده كده ال3 كوبايات بشكل الاستخلاص بشكل الكريمة. كل حاجة واضحة قدامكم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات شايفين مين فيهم الافضل من وجهة نظركم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة جولة قهوة عراق على اليوتيوب. تدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم فيديوهات تانية كتير. باي باي.